الجزء الثالث من كتاب عباقرة الحضارة الإسلامية. والبحر فيه أكثر من ملاح، 1000 ملاح أو ألف ملاح، وربما عددهم لا يعرفه أحد، ومع ذلك فبينهم في كل عصر ملاح لا يضل به الشراع، وله في بحر العلم راية عالية وهو الربان. والملاح في بحر العلم يوزن مداده بدم الشهداء. إن هذا البحر ليست له نهاية، فأين يذهب الملاح بشراعه؟ كل منهم ينشد شاطئ الحضارة يرسو بشراعه وسط أنوارها، وقد حقق غاية عمره، وغاية عمر الملاح في بحر العلم هي أن يخفف عن البشرية أثقالها. وما أشد أثقال البشر حينما تغيب عنهم شمس المعرفة. وها هو الملاح العظيم قد ظهر بشراعه عند الأفق، والبحر ورائه مثل هذا الكون ليست له نهاية. وكل ملاح في بحر العلم ليس إلا نقطة في هذا البحر اللانهائي، تماما مثل أي كوكب أو نجم في السماء، ليس إلا رأس دبوس وسط بحر المجرات والشموس، فملايين وآلاف الملايين من حوله لا تعد ولا تحصى، لكن كل منها يضيء السماء وهي زينة. لنرقب إذن شراع ملاحنا العظيم القادم من بحر العلم. ها هو اسمه قد نقش على الشراع بحروف من نور ساطع. إنه الشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبد الله بن الحسين بن علي بن سينا، أستاذ كل العصور كما أطلق عليه المؤرخون الأوروبيون، والشيخ الرئيسي كما أطلق عليه المسلمون. وهي قصة تصير العجب بعد الدهشة. العجب لأن بطلها كان الربان العظيم لكل الملاحين في بحر العلم منذ 1000 عام وحتى القرن ال17. لما لا يزال الأستاذ كل العصور. أما الدهشة فلأنه جمع بين العلمين، علم الأبدان أي العلوم البشرية الحضارية، وعلم الأديان، والعلم علمان كما قال خاتم الأنبياء. وهو لم يجمع بينهما كمثقف من قافلة المثقفين المسلمين، بل كقائد مهاب له شراع مضيء وسط بحر العلم ودور فعال مؤثر في إقامة الحضارة البشرية في هذا القرن العشرين. يقول ويجي بيري في كتابه نمو الحضارة: الحضارة هي جماع نشاط الإنسان والفنون والحرف المنوعة التي ابتكرها ووسائل الاتصال بينه وبين غيره، وكل ما قام به الإنسان من أعمال ترفع من شأنه وحياته وقيمتها. والحضارة لا تقوم إلا بحركة العقل البشري وطموحه. وكان ابن سينا المبشر بالحضارة لأنه والدها المؤمن، وكان له فضل في رفع شأن الإنسان وقيم البشرية، لأنه لم يتعصب لجنس إلا الإنسان حينما كان. وسر معجزة ابن سينا هي احتفاله الهائل بالعقل البشري، فهو يؤمن بالعقل كحد فاصل بين كل الكائنات وبين الإنسان. وهو يقول: ليس للإنسان ميزة على الكائنات كلها إلا قابليته الصالحة للحصول على العقل. وللعقل درجات في رأي ابن سينا، أولها العقل الهيلوني، أي العقل بالقوة لا بالفعل، كحالة الطفل الذي لم يباشر تعلم الكتابة لكنه لديه الاستعداد لها بالقوة. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة العقل بالملكة كحالة الطفل الذي تعلم مبادئ الكتابة وسلك بها سبيل النمو المؤدية إلى الإمكان الكامل. وهذا العقل الذي بلغ من التدريب نصف الطريق يبعث الأمل
وإن لم يكن بعد قد صار علما حقيقيا. وتأتي بعد ذلك المرحلة الثالثة، وهي أن تصل قوة الكتابة لدى ذلك الإنسان إلى حد الكمال، وتلك درجة العقل الكامل السالك سبيل العلم والبرهان. فإذا صارت الكتابة عملا دائما للشخص وملكة باقية يرجع إليها حينما يريد، فهذه حالة العقل التام. ثم نراه مستبسلا وفي إصرار التوفيق بين الفلسفة العقلية والعقيدة الدينية. لذلك قام الصدام التاريخي المعروف بينه وبين الإمام الغزالي. عنوان: عصر ابن سينا. كيف بدأت رحلة الملاح العظيم في بحر العلم، وكيف أصبح هو الربان وسط البحر في زمانه وبعد زمانه، وهو الذي ذكر اسمه في مراجع العلوم أكثر من 3000 مرة، بينما ذكر اسم جالينيوس 1000 مرة، وذكر اسم أبوقراط 140 مرة. ما هو السبب؟ السبب إن كتبه العلمية وأهمها القانون والشفاء كانت أهم المراجع العلمية الثابتة والتي اعتمدت عليها أوروبا في سعيها وراء الحضارة في بدء العصر للنهضة بعد الحروب الصليبية. وقد ظهر ابن سينا في أزهى عصور البشرية، عصر الحضارة الإسلامية، وهو عصر المعجزة التي حيرت الكثيرين من المستشرقين زمانا طويلا، حتى اعترفوا في النهاية إن ذلك العصر هو الذي جعل شمس الحضارة تشرق على أوروبا. ولا يوجد دليل على هذا القول المنقول عن المستشرقة الألمانية هونيكا أقوى من كلمة الدكتور أوسلر المؤرخ العلمي المشهور عن كتاب القانون لابن سينا، حيث يقول: لقد ظل كتاب القانون لابن سينا إنجيلا للطب بلا منازع لفترة طويلة من الزمن، أكثر من أي كتاب آخر في العلوم. وعصر ابن سينا في الدولة الإسلامية هو عصر الاكتشافات العلمية، وليس هو عصر النقل عن الحضارات القديمة، وبالذات الحضارة اليونانية، كما ادعى المستشرقون المغردون الذين تعصبوا ضد الحضارة الإسلامية بعد هزيمة أوروبا في الحروب الصليبية. ونرى ذلك في أقوال أصحاب الموسوعات العلمية المشهورة، ومن بينهم جورج سارتون الذي قال في موسوعته العلمية: يقول الأوروبيون إن العرب والمسلمين نقلوا التراث العلمي القديم دون أن يضيفوا إليه شيئا، وهذا الرأي خطأ. إذا لو لم ينقل المسلمون إلينا كنوز الحكمة الإغريقية وما زادوه عليها من عندهم من إضافات هامة، لتوقفت المدنية عن التقدم عدة قرون. وكانت الأمة الإسلامية قد حولت مجرى التاريخ، وأصبحت اللغة العربية هي لغة الحضارة، وفي ظل الحضارة تصبح الأمة حبلى بالعباقرة. كان ذلك في عام 380 هجريا حين ولد ابن سينا في آسيا الوسطى، وهو من رعاية الدولة السامانية. وقد ظل الأفغان والأتراك والفرس والعرب يتفاخرون بأن ابن سينا منهم، والحقيقة أن ابن سينا ليس عربيا ولا عجميا، بل هو إنسان مسلم ينتمي للحضارة الإسلامية. والبرهان الحاسم إنه وضع كل مؤلفاته باللغة العربية، وحفظ القرآن وكتب الأدب وهو لم يتجاوز 10 من عمره. وإذا كانت هناك مؤلفات لابن سينا باللغة الفارسية فهي قليلة جدا ونادرة. وفي مناخ إسلامي مزدهر نشأ ابن سينا، وأبوه كان من رجال التصوف الإسلامي ومن أتباع المتصوفين المصريين في ذلك الوقت. والمصريون كانوا حينذاك يتبعون جماعة الإسماعيلية. لنستمع إلى العبقري المسلم يروي لنا بنفسه قصته التي أملاها على تلميذه ومؤرخ سيرته أبو عبيد عبد الواحد الجوزاني
الذي ظل يرافق ابن سينا توالي ربع قرن من الزمان. يقول ابن سينا عن حياته: كان أبي ممن أجاب داعي المصريين وبعد من الإسماعيلية، وعندما انتقل أبي إلى بخاري في أيام نوح بالمنصور جاء إلي بمعلم القرآن ومعلم الأدب، وأكملت 10 من العمر، وقد أتيت على القرآن وعلى كثير من الأدب حتى كان يقضي مني العجب. ثم أخذ أبي يوجهني إلى رجل كان يبيع البقل ويقوم بحساب الهند حتى أتعلم منه. ثم جاء إلى بخاري أبو عبد الله الفتالي، وكان يدعى المتفلسف، وأنزله أبي دارنا رجاء تعلمي منه. وقبل قدومه كنت أشتغل بالفقه والتردد فيه إلى إسماعيل الزاهد، وكنت من أجود السالكين. وتعجب مني الفتالي كل العجب، وحذر والدي من شغلي بغير العلم، وكانت أي مسألة قالها لي أتصورها خيرا منه، حتى قرأت ظواهر المنطق عليه، وأما دقائق المنطق فلم يكن عنده منها خبرة. ثم أخذت أقرأ الكتب على نفسي وأطالع الشروح حتى أحكمت علم المنطق، وكذلك كتاب أقليدس، واشتغلت بالتحصيل من الكتب من النصوص والشروح من الطبيعي والإلهي، وصارت أبواب العلم تتفتح علي. ثم رغبت في علم الطب وصرت أقرأ الكتب المصنفة فيه، وعلم الطب ليس من العلوم الصعبة، لذلك برزت فيه في أقل مدة حتى بدأ فضلاء الأطباء يقرؤون علي علم الطب، وتعدت المرضى فانفتح علي من أبواب المعالجات المقتبسة من التجربة ما لا يوصف، وأنا مع ذلك أختلف إلى الفقه أناظر فيه وأنا في هذا الوقت من أبناء 16 سنة. وفي 18 كان الملاح العظيم قد أجاد وأكمل علوم الطب والهندسة والفلك والصيدلة والموسيقى، زيادة على المنطق والفقه وعلوم التصوف والاشتغال بالدين. وهو لم ينعزل عن المسجد، فنراه وهو يروي قصة حياته يتحدث عن دور المسجد في إفساح الطريق أمام العلم. فكلما واجهت العبقري المصاعب في الرياضيات أو في أي فروع من العلم كان يهرع إلى المسجد، ثم يصلي، ثم يدعو الله أن يفتح عليه، فيعود إلى داره وينام. ويا لها من معجزة حين كان يرى الحلول لمشاكل العلم تتراءى على رأسه وهو نائم. ولا ندري هل كانت صلته المستمرة بالعقيدة الدينية هي السبب في هذه المعجزة العلمية. يقال إن ابن سينا كان من الإمامية الاثنى عشرية، أي قطب رباني من أقطاب التصوف وأهل الكشف، كما جاء في كتاب توفيق التطبيق في إثبات أن الشيخ الرئيس من الإمامية الاثنى عشرية. ومؤلف الكتاب هو علي بن فضل الجيلاني، وحققه الدكتور محمد مصطفى حلمي أستاذ الفلسفة الإسلامية والتصوف بكلية الآداب. فليس من بين العلماء في كل عصور الحضارات من استطاع أن يجمع بين علوم الطب والكيمياء والصيدلة والفلك والرياضيات والمنطق والفقه والموسيقى. ثم هو أيضا شاعر، ثم هو عالم فلسفة كابن سينا. عنوان: ابن سينا والشيعة. ولعل مما يفيد دراسة المناخ العقائدي لعصر ابن سينا لكي نعرف سر معجزته وفي أي بيئة فكرية استطاع ابن سينا الحصول على هذا العقل المعجزة. وقديما قيل لأعربي: ما هو العقل؟ فقال الأعربي: هو لب اغتنمته بتجريب، أي إن عقل أي إنسان هو حصيلة تجربته على مدى سنوات عمره. وكان ابن سينا يقول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنه مركز الحكمة وفلك الحقيقة وخزانة العقل. وفي رسالة المعراج نرى ابن سينا يؤكد امتياز
سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه على كل الصحابة، فمنزلة علي من الصحابة تؤكدها من سيرته المخلصة مع خاتم الأنبياء. ويرى ابن سينا إن خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اختص الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بكلام لم يوجهه لغيره. وفي مناسبة أخرى يذكر ابن سينا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن قيمة العقل: إن إدراك المعقول أهم من العبادات وفعل الحسنات، وكثرة العبادات تأتي في المرتبة الثانية بعد الإدراك العقلي، فلا حشمة ولا جاه للإنسان أعظم من إدراك المعقول. وقليل العلم حير من كثير العمل، كما قال رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم: ونية المؤمن خير من عمله، والجنة هي إدراك المعقولات. وارتباط فكر ابن سينا بشخص الإمام علي بن أبي طالب يرجع إلى إيمان علي بن أبي طالب بالعلم، فهو باب مدينة العلم، كما قال عنه خاتم الأنبياء والرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونرى ابن سينا يطلق على الإمام علي لقبا هو أمير العلم، فهو الذي قال: قدر الإنسان وشرفه لا يكون إلا بالعلم. وفي كتاب الشفاء نقرأ لابن سينا عن الأخلاق والمعاملات والسياسات، ويربط بين السياسات والأخلاق، ولا بد أن يسلك المسالك إلى الله طريق الأخلاق أولا ثم المعاملات ثانيا، فإذا صار كاملا كان عاملا بالسياسات. وهو يتحدث عن الخليفة. من هو الخليفة في الإسلام؟ لا بد أن يكون أفضل من الجميع من كل الرعية حتى ينصب خليفة للمسلمين. إنه لما لم يصح أن يكون رئيس البهائم واحدا من البهائم، بل وجب أن يكون أفضل البهائم، ولا يجوز أن يكون رائد الصبيان واحدا من الصبيان، بل يجب أن يكون أعقل الصبيان. كذلك سايس الفساق ليس واحدا من الفساق، بل أكثرهم فسقا. وكذلك سايس الدهماء ليس من الدهماء. ويقول في فصل آخر من الكتاب عن إثبات النبوة: إن ظهور النبي ضرورة لبقاء النوع الإنساني. ويرى ابن سينا إن كل إنسان في درجة أعلى. وابن سينا أصبح وزيرا ثم أوقع به الحساد فأصبح سجينا، غير إنه في سجنه لا يكف عن طلب العلم. ويقال إنه أكمل كتاب القانون وهو وراء الجدران، وهو الكتاب الذي أجمع المؤرخون إن ما تضمنه من علوم الطب وغيرها أنقذ أوروبا بعد ترجمته من جبروت الكهنوت والشعوذة والدجل. وقال المؤرخون إن أي طبيب أوروبي في القرن السابع عشر كان لا يستطيع وصف العلاج للمرضى إلا إذا راجع كتب ابن سينا، وإلا وجهت إليه تهم هدم المصلحة العامة للمجتمع، كما قال العالم الألماني أجرينا فون. ومات ابن سينا في 53 من عمره. ويقول ابن خلقان في وفيات الأعيان: إن الشيخ ابن سينا قد عرف إنه سيموت، فقام وأعتق عبيده وصلى ووزع الصدقات ثم مات. تلك قصة ابن سينا، وهي وليست كل القصة، بل إن مجلدات كاملة لا تحتمل تفاصيل القصة كلها. فهو فوق أنه صاحب إنجيل الطب، مكتشف علم الجيولوجيا طبقات الأرض، وهو مكتشف عدوى مرض السل، وأول من قال إن العدوى تنتقل بالماء والأرض. وحين ترجم جيراردي كيرمون كتاب القانون لابن سينا لم يكن يدري إن هذا الكتاب الذي أصبح باللغة اللاتينية سوف يظل حتى القرن السابع عشر الميلادي هو المرجع الأول في أوروبا لكل دارس للطب بلا منافس. حتى إسحاق يقول عنه الدكتور أسلر إنه أهم كتاب بين كتب العلم على الإطلاق.